الجن اتشكل له على صورة ابنه ودخل كمان نام معاه. سند ونام، وانا هو سند على ظهري وانا نايم، وده نام. الراجل ده بيقول في يوم وهو راجع من الشغل بالليل متأخر دخل وغير ونام على السرير جنب مراته، وكان فاكر ان ابنه الصغير نايم في اوضته عادي. كنت راجع متأخر من العمل، خلصت كتابة وبعد كده اشتغلت في شيفت الشغل الخاص بيا، ورجعت متأخر. وبعد كده لقيت زوجتي كانت نايمة والمفروض ابني نايم في اوضته. وفجأة وبدون مقدمات سمع صوت باب الأوضة بتاعت ابنه بتتفتح وابنه دخل عليه. المهم فدخلت على طول، دماغي غيرت ونمت، فلقيت باب اوضه ابني بيتفتح كده اهو، وهو بيتسحب دخل طلع على السرير ونام ما بيني وما بين مامته وسند دماغه عليا. ولما صحي اكتشف من مراته ان ابنه ما كانش بايت في البيت اصلا. انا من النوع اللي بيقفش جدا عليه ان هو لا لازم تنام في اوضتك، ولكن لامر ما استسلمت للنوم وسبته يسند عليا وننام، فالمفروض يصحى للمدرسه. فبقول لزوجتي صحي بقى في المدرسه وبتاع، انا صحيت ما لقيتوش، ففاكره مثلا دخل اوضته وحاجه، فبتقول لي يا ابني هو اصلا بايت عند ماما من امبارح. انت بقى يا صديقي مصدق ان الجن فعلا يعمل كده ولا لا؟